تلاقي إن السوق بالكامل بيعم بالجثث المتقطعة أشلاء ومرمية على الأرض، والدم بيعم كل أنحاء المكان. وفجأة بيدخل جين مو ورفاقه للسوق، وحرفيا بيكونوا مذعورين جدا جدا من اللي بيشوفوه، ومصعوقين من الوضع اللي حاصل قدامهم، ومن رؤية كل الجثث المتقطعة الأشلاء على الأرض من غير أي تمييز أو رحمة أو ترك أي حد لسه عايش. وفجأة بيقول تشونغ فين: ايه ده شنيع فعلا، دي مذبحة بالكامل، المفروض نعمل ايه؟ اعتقد اننا كنا متأخرين قوي. لكن بنشوف جين مو وهو عينيه اشتعلت بالغضب الشديد من اللي بيشوفه ومن مدى الفساد اللي وصلت لهم البلد دي. بنشوف جين مو وصل للمجزرة دي وبيبص لأشلاء الجثث المرمية جنبه، وبيقول في نفسه: الرجالة دول هم الأشباح القرمزية من قبل كده، استنى، جثث مدنيين عاديين مخلوطين مع الأشباح القرمزية؟ بنشوف علامات الدهشة والصدمة على وش جين مو، وفي أقل من لحظة بينطلق بسرعة مرعبة من المكان. وبنشوف مو جونغ وهو غرقان في صدمة من هول المنظر اللي بيشوفه. وبينتقل المشهد للجنرال ام، وبنشوفه وهو بيقول في نفسه وعلى وشه استياء شديد: عشان قفزات الحراشة في الفضية، هل أنا محتاج بجد أتبع سيدي للمكان ده؟ من ساعة ما استقر في مقاطعة يونام، وسيد اللي وثقت فيه اتغير تماماً. هو كان عنيف دايما، بس ما كانش بالسوء ده أبدا. إيه ده؟ إيه اللي المفروض أعمله من دلوقتي وصاعدا؟ كنت عايز شوية وقت عشان أفكر مع نفسي. ده هو السبب في إني قابلت بهدوء أمر حماية عيلة تانج في رحلتهم لمدينة اليشم، بس على المنوال ده مستقبلي في طائفة القبضات المحطمة هيوصل لإيه؟ فجأة بيدخل عليه واحد من أتباعه وهو مسرع جدا، وبيبدأ يصرخ وبيقول: يا كبير، شوية فنانين دفاع عن نفس غير معروفين بيعملوا فساد في مدينة اليشم. فعلا بيخرج اللورد ام وبينطلق للمدينة، وبيكون مصدوم جدا وبيقول: ايه ده؟ مين يكونوا بحق الجحيم؟ فجأة بيبدأ يصرخ وبيقول: حتى لو كلفكم ده حياتكم، اعملوا كل اللي يلزم عشان تحموا حياة عيلة تانج، أنا هتعامل مع الأوغاد دول. فعلا بينطلق مسرعا ليهم، بيمر وسط أشلاء الجثث الميتة دي، وبيبص لهم وهو على وشه علامات الصدمة وبيقول: ايه ده؟ مش هغفر لهم أبدا. وفعلا بيوصل لواحد من الأشخاص وهو بيقتل في المدنيين، وبنشوف اللورد ام بيفعل تقنية قبضات الحاكم الثمانية، وبيتجه ناحيته وبيقول: وقف أفعالك في الحال. فأقل من لحظة بيستخدم تنوير راحة اليد التنين الفضية، وبيهجم عليه هجوم ساحق بالكامل، وفعلا بيصيبه بشكل مباشر، وبيمسك بيه بعد ما غرق في دمه من الهجمة دي، وبيبصله وبيقول له: ايه هويتك؟ فجأة بينصدم الجنرال ام وبيقول: استنى لحظة. بنشوف الشخص ده وهو في وضع صعب جدا، وبيقول له: ايه ده؟ مش انت الكبير إيم؟ بيبص له الجنرال إيم وهو مصدوم جدا وبيقول: انت واحد من العرافين، ليه بتعمل كل ده؟ بينصدم جدا الجنرال إيم من الكلام ده وبيقول: ايه سيدنا؟ إذا قتل الناس دي هي إرادة سيدنا؟ بيرد عليه الشخص ده وبيقول له: إحنا حددنا مكان الأوغاد دول أخيراً، ده هو السبب في إن سيدنا أمرنا نبيد الناس دي تماماً، وده لأن الأوغاد دول تنكروا في زي شعب مدينة اليشم. بنشوف الجنرال إيم استشاط غضباً من الكلام ده وبيقول: حتى لو كان ده هو الحال، سواء كانوا مدنيين عاديين أو أعداء متنكرين، إزاي كلكم يا رفاق تعملوا كده من غير ما تتحققوا حتى؟ بيرد عليه الشخص ده وبيقول: واحنا بنلاحق الأوغاد دول هاجمنا راجل مسن فجأة، وما كانش ده كل حاجة، ساعدته مربية كانت شايلة طفل على ظهرها. ايه المفروض نعمله؟ ما عندناش الرفاهية نعرف مين هو مين. لو مش مصدق ممكن تروح تشوف ده بنفسك، وعشان كده عشان طائفة القبضات المحطمة ما تتعنيش تاني، اتأمرنا نقتل كل اللي نشوفه في مدينة اليشم. بنشوف الجنرال إيم وهو بيوجه ليه ضربة قوية جدا بتفقده الوعي في أقل من لحظة، وبيمسك بيه وهو متضايق جدا وبيقول: فهمت دلوقتي، كل ده بسبب عدم كفاءة الرتب العليا. أنتم يا رجالة من العرافين مش بمقدوركم تعملوا أي حاجة، غوروا بس دلوقتي. وبيبص للجثث وبيقول في نفسه: لا جون وو، لأي مدى ماوي تروح يا وغد يا قاتل؟ هل كل ده هنا هي إرادتك فعلا؟ بنشوف مجموعة من العرافين وهم محوطين واحد من المدنيين، وبنشوف الراجل ده بيصرخ وسطهم وبيقول: أتوسل إليك، أنقذني، أنا بجد ما عملتش أي حاجة غلط، أرجوك.
بيرد عليه بطل كدب، في مدينة اليشم الكل عدو، بصفتنا عرافين طائفة القبضات المحطمة هعدمك دلوقتي. بنشوف الراجل ده وهو بيصرخ بينهم وبيقول أنا بجد ما كنتش أعرف إن الناس دي كانت عايشة بينا، أرجوك سيب لي حياتي. فجأة بتظهر هجمة قوية جدا من العدم بترميهم بعيد، في أقل من لحظة بنشوف رمح قوي جدا موجه ليهم، وصاحبه بيبدأ يضحك بشدة وبيقول حتى لو كنا إحنا اللي بدأنا الفوضى دي، انتم يا رفاق خدتوها لمستوى جديد خالص، شكرا على انكم عملتوا شغلي، انتم يا رفاق فعلا حفنة من الأوغاد المجانين. وبنتفاجئ ان اللي بيتكلم هو نام جون وو، قائد الأشباح القرمزية، وبيبص لهم وبيقول بس زي ما انتم شايفين لما نكون كلنا أوغاد مجانين، ليه تكونوا انتم اللي تقرروا مين اللي يعيش في مكان لطيف زي ده ومين اللي يعيش في الأراضي القاحلة؟ بنشوف سرية العرافين وهم مصدومين جدا من القوة دي، وبيصرخ واحد فيهم وبيقول انت مين؟ بالحكم من خلال قوتك لازم تكون مقاتل هائل يا راجل. بيرد عليه نام جون وو ده صحيح، أنا رجعت من أرض الموتى، أنا جنرال الأشباح القرمزية نام جون وو، من دلوقتي وصاعدا هوريكم مين هو الوغد المجنون الحقيقي، جهزوا نفسكم همزقكم كلكم لأشلاء. وبيفتكر كلامه وهو بيقول تحتاج تحدث اضطراب أكبر، كل ما كنت أكثر قسوة ووحشية كل ما كان ده أفضل لينا. بنشوف جون وو وقد جن جنونه وبدأ يصرخ بشدة فيهم وبيقول ده صحيح، زي ما يتمنى دانيو هنقل الليلة دي باللون الأحمر، تعالوا يا أوغاد يا ملاعين. وبينتقل المشهد لجين مو وهم مسرعين لقلب الأحداث دي، وبنشوف تشونغان وهو بيبص لجين مو باستغراب شديد جدا وبيقول في نفسه بصفتي واحد من الأقمار الخفية للقمر الأسود افتكرت إني اختبرت كل اللي موجود في العالم ده، بس دي أول مرة ليا أختبر فيها حفرة جحيم زي دي، إيه اللي بيحصل في العالم؟ بنشوف جين مو وهو مستشيط غضبا وبيقول في نفسه هل ده حقيقي؟ العالم اللي كنتوا عايزين تخلقوه؟ السماوات التسع العظماء والركائز الأربعة؟ هل ده العالم اللي كنتوا عايزينه؟ عشان حاجة زي دي قضيتوا على والدي؟ فجأة بياخد باله من وجود شوية أشخاص وبيقفل قدامهم، وبنشوف قائد الأشخاص دول وهو بيقول إيه ده؟ لسه في ناجين؟ وبنعرف إنهم العرافين. بيقول واحد منهم أنتم أوغاد زي الجرذان، فاكرين نفسكم مين عشان تظهروا بالعفوية دي؟ بيرد عليه شخص تاني حتى لو قتلناهم مفيش نهاية ليهم، أعتقد إننا هنحتاج نوريهم القوة الحقيقية للعرافين بشكل. بنشوف تشونغين مصعوق حرفيا لما سمع الاسم ده وبيقول في نفسه إيه العرافين؟ وفجأة بيتواصل مع جين مو عن طريق التخاطر وبيقول له يا فتى ده أنا تشونغين، ما تنزعجش واسمعني كويس، مش متأكد إذا كنت تعرف ده فعلا، بس الرجالة دول هم العرافين من قسم الاستطلاع لطائفة القبضات المحطمة، دي منظمة مظلمة متخصصة في جمع المعلومات لطائفة القبضات المحطمة، بس حتى أنا مش متأكد من سبب ذبح الرجالة دول لكل المدنيين الأبرياء دول. بنشوف جين مو والدم بدأ يغلي في عروقه وبيقول إيه كان كل ده بسبب طائفة؟ وفي أقل من لحظة بنشوف مجموعة العرافين وهم بيستخدموا تقنياتهم الخاصة وبيهجموا على جين وبيقولوا الكل في مدينة اليشم عدو لينا فاقتلوهم كلهم. بياخد باله جين مو من إيديهم وبيقول إيه ده؟ ده لا يمكن يكون، مش دي هي قبضة 100 يوم. بالرجوع للطائفة السماوية الشمالية، قبضة 100 يوم كانت تقنية قبضة مكثفة بتسبب إن إيدك تتقشر زي جلد السلحفة وأقصى من الحجر، ده كمان بيتسبب في إن الجلد ياخد لون شاحب. التعليم ده نشأ لما الحرب ضد الليل الصامت وصلت ذروتها، الناس اللي اتعلموا التعليم ده كانوا شعبة متخصصة في القتل بقبضتهم، بس طبيعة تعلم التعليم ده كانت سريعة جدا بحيث لا يمكن اعتبارها طبيعية، وبسبب ده كانت في آثار جانبية سلبية. واحدة من أكبر مشاكل التعليم ده كانت تخدير حواسهم واللي تسببت في حوادث كتير وقعت، مش بس كده بل كمان خفضت من عمرهم بشكل كبير. ده هو السبب في إن قبضة 100 يوم أعلن إنها من فنون الدفاع عن النفس المحرمة واتختمت بعيد. بيبص جين مو للرجالة دول باستياء شديد جدا وبيقول عم جو،
كأن قتلك للمدنيين الأبرياء دول ما كانش كفاية، انت بتبص لحياة أتباعك المخلصين كمجرد أدوات كمان لأي مدى ناوي تاخدها. وفي أقل من لحظة بيستل جين مو سيفه الخاص وبيوجه لهم هجمة ساحقة بالكامل بتصيبهم بشكل مباشر، حتى إن أتباعه اتأثروا من قوة الهجمة الجبارة دي، حتى إنها انتشرت في كل أنحاء المدينة بالكامل. في أقل من لحظة بنلاقي إنه عدى من خلالهم من غير حتى ما يلاحظوا أي حد، وبيبص لهم مو جونج وهو مصعوق من اللي بيشوفه وبيقول إيه ده يا أخويا الكبير؟ وفجأة بنشوف الرجالة دول وقد تحولوا لقطع متناثرة من اللحم الصغير، وقد سحقهم جين مو من على العبود بالكامل. بنشوف شون غين وهو بيبص لهم بدهشة حرفيا وبيقول في نفسه لا أعتقد إن في سياف زيه موجود في العالم ده. المشكلة مش موهبته في السيافة، بل حقيقة إن مزاجه بالكامل والهالة اللي بيصدرها مختلفة تماما عن المعتاد. يا لها من هالة مخيفة بتحسسني كأنه يقدر يقطع روحي بجدية. مين يكون بحق الجحيم؟ بنشوف مو جونج وهو اتصدم من اللي شافه وبيقول الأخ الأكبر بقى مخيف قوي، لا أعتقد إنه قتل أي حد قبل كده، أنا معرفش كتير عن ماضيه بس كان باين عليه إنه أخ لطيف. إيه اللي حصل بينه وبين طائفة القبضات المحطمة عشان يكون مستعد يقتلهم من غير أي تردد بالشكل ده؟ أعتقد إنه ماهر بما فيه الكفاية عشان يخضعهم بس. بنشوف جين مو وبدأ يتقدم ليهم تاني، وفجأة بيهجم عليه واحد منهم بقوة شديدة جدا وبيصرخ وبيقول إزاي تجرؤ تهاجم طائفة القبضات المحطمة يا وغد؟ وفعلا بنلاقي شخص تاني بيهجم عليه في نفس الوقت، لكن في أقل من لحظة بيسحقهم لأشلاء متناثرة في الهواء من غير حتى ما يظهر أي ذرة من الشفقة. بنشوف تشون غين وهو بيقول من اللي أقدر أقوله دي أول مرة تشوف فيها الجانب ده منه يا فتى، خلينا نسيب شوية مسافة بيننا وبينه ونتبعه، مزاجه مختلف تماما عن السابق، هو خطير قطعا. وبيقول في نفسه أتمنى إنه ما يكونش استهلك من النصل المسحور بتاعه. وفجأة بيبص الحيوانات الأليفة وبيخاطبهم إنهم يراقبوا جين مو عن بعد مع أخذ كل احتياطاتهم والحذر منه، مؤكدا على ضرورة المراقبة والحذر. وبينتقل المشهد للورد إيم وهو بيجري بسرعة شديدة جدا وبيقول في نفسه إيه الكي الغريب ده دلوقتي؟ إيه اللي بيجري في المدينة دي بحق الجحيم؟ فجأة بيلاحظ واحد من العراسين وهو ماسك في سته وبيحاول يقتلها، وفجأة بيصرخ فيه السيد إيم وبيقول له وقفوا أفعالكم يا عرافين، فاكرين نفسكم بتعملوا إيه بحق الجحيم دلوقتي؟ فجأة بيبص له الشخص ده وبيقول له إيه ده الكبير إيم؟ أنت هنا فعلا؟ بنشوف اللورد إيم وهو واقف قدامه باستياء شديد وبيقول له ماك جوينج، إيه اللي بتعمله بحق الجحيم؟ بيبص له الشخص ده وبيقول له إيه ده أنت مختار كده ليه بشأني؟ الست دي واحدة من الأوغاد دول، هم تهديد لطائفة القبضات المحطمة. فجأة بيتعصب عليه جدا اللورد إيم وبيقول لو كان ده هو الحال كان بإمكانك تقتلها، ليه بتعذبها بالطريقة البشعة دي؟ وفعلا في أقل من لحظة بنشوف ماك وقد سحق رأسها بالكامل، وبيبص للورد إيم باختيال وبيقول له ماشي اللعنة، أنت سعيد دلوقتي يا سيدي؟ بيبص له بنظرات شك وبيقول تعرف إيه مشكلتك يا كبير إيم؟ أنت مش بتقدر تعرف إمتى مسارك هيودي لطريق مسدود، لأنك مش بتهتم حتى تبص لمحيطك، أنت منغمس جدا في عقيدتك الخاصة. لو كنت بجد صالح للدرجة دي ليه شاركت في الخيانة في الوقت ده؟ الكل كان عارف إن جين كوان هو ما كانش هيتواطأ مع الليل الصامت، فليه ما تقدمتش وحميت شرفه في الوقت ده؟ وفعلا بنشوف السيد إيم وهو مصدوم جدا من الكلمات دي، وفجأة بنشوف الشخص ده وهو بدأ يضحك بشدة وبيقول هل قلت حاجة ما كانش المفروض أقولها؟ بس أتمنى تكون على علم بداية كبير إيم، سيدنا بيعتبرك شوكة مزعجة في خاصرتك. تعرف ليه عينتك في مهمة حارس شخصي وبعتك للمكان ده؟ بينصدم جدا السيد إيم وبيقول إيه اللي بتقوله؟ استنى، ده لا يمكن يكون. وفعلا في أقل من لحظة بنشوف السيد إيم وقد حوصر بالكامل من طائفة العرافين. بيقول له الشخص ده أجل وفقا لرغبات سيدنا، سامحنا يا كبير إيم، أرجوك احظى بنهاية هادئة. بنشوف اللورد إيم وهو مصعوق جدا في الموقف الصعب ده وبيقول في نفسه جوتش يونو، في النهاية اخترت تقتلني أنا كمان، أنت بقيت كلب صيد مسعور فعلا.
فجأة بيصرخ الشخص ده وبيقول اقتلوه، وفعلا بينقضوا عليه كلهم في نفس اللحظة. وبينتقل المشهد للبرج المجاور للوقعة دي، وبنشوف واحد من الأشخاص وبيقول أنت متأكد إنه كان المكان ده؟ بنعرف إن المتحدث هو السيد هوان، وبيرد عليه شخص تاني أيوة أنا متأكد، ده المكان اللي كان المفروض يتبني فيه الجناح الأبيض قبل ما يتوقف، هو جبل صخري تم التخلي عنه لسنين كتير، وده هو المكان اللي هرب ليه اللقيط ده. بيرد عليه السيد هوان بيقولوا إنها دايما أحلك تحت المصباح، لا أعتقد إنه لجأ لمكان واضح زي ده. وبنعرف إن اللي بيكلمه هو نائب قائد مجموعة العرافين، وفجأة بيقول لحسن الحظ فنانين الدفاع عن النفس من التحالف السماوي المركزي ما وصلوش للمكان ده، لو كانوا جم في أي وقت أبكر ما كانوش هيترددوا في السيطرة الكاملة على المكان ده، وخطتنا في مدينة اليشم كانت هتتعرض للخطر. بيرد عليه السيد وورج تماماً، عشان كده لازم نهتم بالحادث ده بأسرع ما يمكن قبل ما التحالف السماوي المركزي يوصل للمكان ده، حتى أدنى خطأ ممكن يبقى ضار لسيدنا. بنشوفه وهو بيقول في نفسه دلوقتي بعد ما اكتشفنا مين كان سبب ظهور المجانين، بمجرد ما نخدع الأوباش دول بشكل لائق أساس طائفة القبضات المحطمة هيترسخ. ماذا لو أنقذت التجار المفقودين كمان؟ إذن محدش هيكون قادر يتحدى طائفة القبضات المحطمة بعد دلوقتي. وبيبدأ يضحك وبيقول في نفسه أجل أنا في الواقع شاكر ليكم يا أوغاد إنكم دخلتوا أراضينا وتسببتوا في الفوضى دي. الأزمة دايماً بتتحول لفرصة، عليك بس تكون صبور. وفجأة بيقول ماشي خلينا نبدأ دلوقتي يا فتى. وبينتقل المشهد لجين مو، وبنشوفه هو مسرع في الأرجاء بيتفقد أنحاء المدينة، وفجأة بياخد باله من وجود حد مرمي جنب صخرة، وبيظهر على وش جين مو الصدمة الشديدة من اللي بيشوفه، وبنلاقيه بيبص للجنرال إيم وقد اتقطعت دراعاته وهو على وشك الموت، وبيقول إيه ده؟ جنرال إيم؟ بيبص له جنرال إيم وهو في وضع مزري جدا ولا يحسد عليه، والدم بدأ يسيل من كل أنحاء جسمه، وفجأة بيقول إيه ده؟ أنت هو إذن؟ بيبص لجين وبيلاقي خيال زعيم الطائفة الشمالية كأنه متمثل قدامه تاني راجع من الموت، وفجأة بيقول هل أنت يمكن جين مون؟ بيبص له جين باستياء شديد جدا، وفجأة بيقول له أجل ده صحيح، لما كنت صغير كنت انت الشخص اللي علمني أساسيات فنون الدفاع عن النفس. بنشوف الجنرال إيم مصدوم جدا من سماع الكلمات دي، وفجأة بيبص له تاني وبيقول له أنا كنت صح، أنت كنت هو في النهاية. وبيبدأ يبكي بشدة وبيقول شكرا للإله، أنت كنت عايش بجد، أنا ارتحت كتير دلوقتي. معرفش إذا كان أي من ده ليه أي معنى دلوقتي، بس لما سمعت إنك قتلت ما كنتش قادر أتحمل كم الذنب اللي نفخ كل لحظة من حياتي في عيشي. طفل صغير ما عملش حاجة غلط، كم كان صعب عليه يتحمل كل حاجة بنفسه. وفجأة بنشوف السيد إيم وقد أجهش في البكاء الشديد وبيقول أنا في غاية الأسف على إني ما جيتش أنقذك بدري، ما كانش عندي شجاعة، كنت جبان يا فتى. أنا ممتن جدا إنك عايش وبصحة كويسة. أنا في غاية الأسف، أنا نادم على كل حاجة بجد، أنا آثم في نظر السماوات، أنا إيم سغوان. للحاجات اللي عملتها لازم أقدم أخلص اعتذاراتي لوالديك زعيم الطائفة جين. أرجوك لازم توقف الدمار العنيف ده اللي بيخطط له جو جون. أرجوك لازم تنهي الليلة الدامية دي. في الحقيقة المفروض أكون أنا الشخص اللي عليه يوقف كل ده. فجأة بيبدأ الكبير إيم يترنح وجراحه بتبدأ تخرج دم كتير من جسمه، وفجأة بيفقد حياته. وبيبص جين مو وهو مصدوم وبيقول له أخويا الكبير إيم. وبيبدأوا يفقدوا، وفعلا بيلاقي إنه فرقت روحه جسده. وبنشوف جين مو وهو مستشيط غضبا من اللي حصل، وبدأت تنبعث منه هالة شريرة جدا ومظلمة، وبيقول بصوت خافت استنوني بس يا أوغاد. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف واحد من أتباع مجموعة قمر اللازوردي وهو في وضع مزري جدا وبيجري في كل حتة، وبنشوف مجموعة من العرافين وهم بيلحقوه بسرعة شديدة جدا. وبنشوف الشخص ده وبيقول في نفسه اللعنة،
إحنا كنا مهملين قوي، العرافين ورانا، عشان أفكر إن الأشباح القرمزية اتقضى عليهم بالكامل. فجأة بيوصل لواحد من الجبال وبيدخل من بوابة في الجبل ده وبيقول في نفسه: الجنرال نام جون واي بيقاتلهم كلهم لوحده، بس مع مرور الوقت هيكون في وضع غير مؤاتي، لازم أسرع وأبلغ مولاي دلوقتي. وفعلا في لحظات بيوصل لقاعة ضخمة جدا جوه الجبل، وبيبص لواحد من الأشخاص وبيصرخ وبيقول: يا مولاي، اتقبضوا علينا. على الرغم من إننا بذلنا كل جهدنا عشان نكون حذرين على قد ما نقدر، يبدو إنهم عرفوا مكاننا. العرافين من طائفة القبضات المحطمة ورانا، المفروض نعمل إيه؟ بنشوف إن الشخص ده هو السيد يوب. فجأة بيبص للسيد يوب وبيقول: أنا فعلا على علم بالوضع الحالي، أنا بعتذر بسبب طموحاتي، عرضتكم كلكم للخطر يا رجالة. فجأة بنشوف الشخص ده وقد أكلته الحماسة حرفيا، وبدأ يصرخ وبيقول: أرجوك ما تقولش حاجات زي دي، حياتنا كانت مهددة فعلا قبل كل ده، كان أنت اللي أنقذتنا وسلطت الأمل على حياتنا البائسة يا مولاي، لازم دايما نلهم بأمر مولاي، أمنيتك هي أوامرنا، أنت الوحيد القادر على إيقاظ الليل الصامت من سباته، لو كانت حياتنا ممكن تسرع العملية دي ولو شوية هنكون راضيين بمجرد ده. ومع ذلك الجنرال جوي بيتصدى ليهم حاليا لوحده، حتى بالنسبة لقوته ده أكتر من اللازم، مش هيكون قادر يستمر طويلا، هيحتشدوا في المكان ده قريب، لازم تسرع وتهرب يا مولاي. فجأة بنشوف السيد يوب متضايق جدا، وفجأة بيقول: أنا متأكد إنك تعرف ده، بس الليل الصامت هو عملاق فقد قوته، فقدوا الدافع اللي بيحرك إرادتهم، عشان كده ما بقاش ينفع أهرب من المكان ده، مصيري هو إني أتأكد من نجاح المهمة دي، حتى لو كان ده على حساب حياتي، مفيش سبب للهروب بعد دلوقتي، لازم نعد نفسنا كويس للمعركة القادمة.